زمان لو طفل اتشخص بالسكر كان الحكم شبه معروف، الموت. مش بعد 20 سنة ولا بعد مضاعفات طويلة، أحيانا خلال شهور. لكن النهاردة ملايين البشر عايشين حياة شبه طبيعية. فالسؤال هنا، لو الدواء شر ليه البشر عاشوا أطول بعد ما الطب اتطور؟ وليه بعض الناس لسه بتحاول تقنع المرضى إن الأكل وحده كفاية؟ حلقة النهاردة من الصندوق الأسود عن وهم الشفاء الطبيعي. في السنين اللي فاتت بدأت تظهر موجة جديدة، ناس بتقول كل الأمراض سببها الأكل، جسمك يقدر يشفي نفسه، شركات الدواء بتكذب عليك، العلاج الحقيقي موجود في الطبيعة، ولو بطلت تاكل أكلات معينة هتخف. والغريب إن الكلام ده أحياناً بيكون مقنع جداً. وليه الناس بتصدق؟ لأن الحقيقة مرهقة. مريض الضغط مش عايز ياخد دواء طول عمره، ومريض السكر تعب من كتر الشكوكة بالإبر ومش عايز يفضل متعلق بحقنة. مريض الألم المزمن عايز يسمع إن في حل بسيط، وفجأة يطلع لك شخص يقولك الحل في الأكل. الجملة دي مريحة جدا للنفس، عارف ليه؟ لأنها بتدي الإنسان إحساس بالسيطرة. لكن المشكلة إن الجسم البشري أعقد بكتير من فيديو مدته دقيقة. أخطر فكرة مش إنك تاكل صحي، بالعكس دي حاجة مفيدة جدا ومهمة جدا لحياتنا. المشكلة إنك تصدق إن الأكل وحده يعالج كل شيء. خلينا نبدأ على الأقل بمرض واحد، السكر من النوع الأول، وده مرض مناعي. يعني الجسم نفسه بيهاجم البنكرياس، فالجسم بيدمر المصنع اللي بيصنع الأنسولين. فقبل الأنسولين وقبل سنة 1921 كان علاج مرضى السكر من النوع الأول قريب من التعذيب. الدكاترة كانوا بيجوعوا الأطفال، أيوة حرفيا starvation diet، تقليل أكل بطريقة جامدة جدا عشان السكر يقل، فالطفل يخس ويضعف ويقرب من الموت. لكن أحيانا بيعيش شوية زيادة وبعدين للأسف بيموت، لغاية ما اكتشفوا الأنسولين. وفجأة أطفال كان متوقع إن هم يموتوا خلال أسابيع رجعوا يعيشوا، يدرسوا، يكبروا، يتجوزوا ويخلفوا. السؤال المرعب هنا، لو الأكل وحده كان كفاية، ليه كل الأطفال دول كانوا بيموتوا قبل اكتشاف الأنسولين؟ في أكتر من قضية حول العالم أهالي اقتنعوا إن العلاج الطبيعي كفاية، فوقفوا الأنسولين عن أطفالهم، والنتيجة كانت غيبوبة سكر ووفاة. ببساطة لأن الجسم بدون أنسولين ما يقدرش يعيش. كل الأمراض سببها الأكل، ودي واحدة من أخطر الجمل اللي منتشرة، لأنها ببساطة مش صح. هل الأكل مهم؟ أكيد الأكل ممكن يحسن السكر، يقلل الوزن، يحسن الضغط، يقلل الالتهابات. لكن في فرق ضخم جدا ما بين إن الأكل يساعد والأكل يعالج كل الأمراض. لأن في أمراض مش سببها الأكل لوحده، في أمراض جينية، مناعية، عصبية، هرمونية، ووراثية، زي السكر من النوع الأول، أو الذئبة المناعية، أو التصلب المتعدد، بعض السرطانات. طب هل الأكل يؤثر؟ طبعا، لكن هل هو السبب الوحيد؟ برضو لا طبعا. في بعض الأنظمة بتقوم على شيطنة الطعام، يعني تلاقي أكلات كاملة متصنفة كأنها سموم، مثلا زي الفراخ، البيض، الألبان، أنواع خضار، وكأن البشر فجأة اكتشفوا إن آلاف السنين من التغذية كانت غلط. البيض، زمان كان الناس مرعوبة من البيض، لكن الدراسات الحديثة وجدت إن البيض المعتدل آمن جدا لمعظم البشر، بل ومصدر ممتاز للبروتين والكولين. الفراخ نفسها مش مشكلة، المشكلة في الإفراط، في القلي، الأكل المصنع، السمنة، نمط الحياة. لكن تحويل طعام كامل إلى عدو مطلق ده تبسيط خطير جدا. نقطة مهمة جدا، إن العلم الحديث ما بيحاكمش أكلة واحدة، العلم بيحاكم نمط حياة كامل، حركة، نوم، وزن، توتر، تدخين، جينات، وبيئة. الفراخ مثلا فعلا وارد جدا يكون في بعض أنواع التربية بيتم فيها استخدام هرمونات أو مضادات حيوية بشكل مضر لو استخدمت بصورة غلط أو مبالغ فيها، وده شيء ناس كتير وخبراء تغذية بيتكلموا عنه. لكن في نفس الوقت لازم نبص للصورة بعقل ومنطق، ونوازن ما بين الفوائد والأضرار بدل ما ندخل في خوف مبالغ فيه من كل حاجة. الفكرة مش إننا نمنع الأكل أو نقاطع أنواع معينة تماما، قد ما نحاول نقلل فرص الضرر بطرق أذكى وأصح. زي مثلا نحاول ندور على مصادر موثوق فيها لتربية الدواجن واللحوم، نقلل الأكل المصنع والوجبات المليانة إضافات ودهون وسكريات، نهتم بطريقة الطهي الصحيحة والتخزين السليم، نتعلم إزاي نقرأ مكونات المنتج ونفهم نسب الأملاح والسكر والمواد المضافة فيها. في دكاترة تغذية كتير محترمين جدا وموثوق فيهم فعلا بيشرحوا للناس ازاي يختاروا اكلهم بشكل اذكى، وازاي يقللوا دخول المواد الضارة للجسم من غير ما يعيشوا في رعب او حرمان كامل من الاكل. لان في الاخر التوازن والوعي غالبا اهم بكتير من المنع التام او الهوس بالخوف من كل حاجة حوالينا. ويجي فجأة يقولك الدواء سم،
ودي من أخطر الجمل اللي انتشرت على الإنترنت. فخلينا نسأل سؤال بسيط جدا، قبل المضادات الحيوية كان البشر بيموتوا من إيه؟ جرح صغير، التهاب، نزلة صدر، التهاب لوز. متوسط العمر في فترات تاريخية كتيرة كانت مرعبة. متوسط عمر الإنسان كان ما بين 30 و 40 سنة، دلوقتي أكتر من 70 سنة عالميا. طب هل السبب السحر؟ لأ، السبب هو تطور الطب والتطعيمات والمضادات الحيوية وأدوية الضغط والجراحة والإنسولين والرعاية الصحية. شايفاك يا اللي بتقولي طب ما أجدادنا كانوا بياكلوا بالسمنة البلدي وكل حاجة طبيعي وكان كلهم صحة وزي الفل. بس اسمح لي أقولك، ما ينفعش ناخد مثال أو اتنين شفناهم بعيننا ونعتبرهم صورة كاملة عن زمن كامل، لأن لو رجعنا فعلا للأرقام والتقارير الرسمية وقتها هنلاقي إن نسب الوفاة كانت مرعبة مقارنة بدلوقتي، وأعمار ناس كتير كانت أقصر بكتير. زمان كان في أمراض بسيطة بالنسبة لينا دلوقتي كانت بتحصد ملايين البشر، بس لأن ما كانش فيه أدوية فعالة ومضادات حيوية ولقاحات ولا حتى المعرفة الطبية الكافية. أمراض دلوقتي شبه اختفت أو بقينا نسيطر عليها بسهولة، زمان كانت كابوس حقيقي للبشرية. ممكن فعلا زمان الأكل كان أبسط وأنظف في بعض الجوانب، لكن في نفس الوقت الطب والرعاية الصحية كانوا أضعف بكتير، والناس كانت بتموت من حاجات دلوقتي بنعتبرها عادية أو قابلة للعلاج. علشان كده الأفضل إننا نبص للصورة كاملة، ما نمجدش الماضي كأنه كان جنة مثالية، ولا نعتبر الحاضر كله سموم ومؤامرات. التوازن والفهم الواعي للحقيقة أهم من التطرف في أي اتجاه. نرجع تاني للأمراض المزمنة زي مثلا الضغط، وهو القاتل الصامت. مريض الضغط أحيانا يحس إنه هو طبيعي فيبدأ يقتنع إنه مش محتاج علاج، لكن المشكلة إن الضغط بيقتل بصمت. الله، طب ليه؟ يعني الضغط هيعمل إيه؟ هيعمل حاجات كتير لو ما تعالجش: نزيف مخ، جلطات، فشل قلب، فشل كلوي، وأحيانا وفاة مفاجأة. أخطر شيء إن بعض المرضى يوقفوا الدواء فجأة بناء على فيديو أو ترند انتشر. نتكلم بقى عن التجارب الفردية. أكتر سلاح بيستخدمه أي نظام علاجي غير مثبت هو القصص. أنا خفيت، ممتاز، لكن العلم ما بيبنيش على قصة واحدة. العلم بيسأل كم واحد نجح، كم واحد فشل، هل التشخيص كان صحيح، هل استخدم علاج آخر، هل النتيجة قابلة للتكرار. لأن الحقيقة أحيانا مختلفة. شخص خف لأنه خسر وزن، بدأ يتحرك، قلل السكر، نام أفضل، لكن ممكن يظن إن السر كان في منع أكلة معينة بس. الخطر النفسي بقى دي مشكلة تانية. بعض أنظمة العلاج الطبيعي بتحط المريض في دايرة ذنب مرعبة. إزاي؟ لو ما تحسنتش يبقى أنت أكيد السبب، أنت ما التزمتش، أنت أكلت غلط، أنت ضعيف. وده خطير جدا، خصوصا مع السرطان، الآلام المزمنة، الأمراض المناعية، لأن المريض أصلا منهار نفسيا. مهم قوي نفتكر إن الطبيعي مش لازم يبقى معناه آمن، ودي نقطة ناس كتيرة قوي بتنساها. لأن مثلا السم طبيعي، التعابين طبيعية، الفيروسات طبيعية، الزرنيخ طبيعي. فكرة إن أي شيء طبيعي يبقى صحي فكرة غلط جدا. طب هل الطب الحديث كامل؟ لا. في فساد؟ في شركات جشعة؟ في أدوية لها أعراض جانبية؟ أكيد. لكن الفرق إن الطب الحقيقي بيعترف بأخطائه وبيختبر نفسه باستمرار. أما أخطر شيء فهو الشخص اللي يقولك عندي حل لكل الأمراض. طيب ونظرية المؤامرة؟ بص، أنا مش بقولك إن شركات الأدوية بريئة وبتشتغل لوجه الله، لا طبعا، دي صناعة بمليارات الدولارات وفيها مصالح وتجارة ضخمة جدا. بس ده برضو ما ينفعش يخلينا نرفض العلاج أو نبطل ناخد دواء إحنا فعلا محتاجينه، لأن في أمراض كتير من غير العلاج بتاعها الحالة ممكن تسوء جدا أو حتى توصل للموت. الفكرة يمكن مش دايما في إن الدواء وحش، قد ما بعض الناس شايفة إن المؤامرة الحقيقية ممكن تكون في حاجة تانية خالص. إنه وارد يكون تم التوصل فعلا لعلاجات أقوى أو حتى شبه نهائية لبعض الأمراض، لكن لسه ما تمش طرحها بالشكل الكامل للمستهلك. ولأن استمرار المريض كمستهلك دائما بيحقق أرباح أكتر على المدى الطويل. وده مش كلام بيتقال على الأدوية بس، دي فكرة موجودة أصلا في عالم التجارة والتكنولوجيا بشكل عام. في شركات أوقات بيكون عندها النسخة الأحدث أو التكنولوجيا الأقوى فعلا، لكنها بتنزل التطويرات بالتدريج عشان تعصر السوق وتحقق أكبر مكسب ممكن من كل مرحلة قبل ما تطلع على اللي بعدها. والنظرية دي معروفة في عالم البيزنس باسم planned obsolescence أو التقادم المخطط. يعني إن المنتج أو التكنولوجيا يتم تطويرها أو التحكم في دورة عمرها بشكل يخلي المستهلك يفضل محتاج يشتري ويحدث باستمرار، بدل ما يكتفي بحل نهائي يعيش معاه سنين طويلة.
طب يعني كده الطب البديل ملوش لازمة؟ لا، أنا ما قلتش كده. الطب البديل أحيانا بينجح، لكن غالبا في تحسين نمط الحياة، تقليل التوتر، خسارة الوزن، تحسين العادات، وده شيء ممتاز. لكن المشكلة لما يتحول من مساعد إلى بديل كامل للطب. في النهاية أنا بس عايزة أقول إن الأكل الصحي مهم، الحركة مهمة، النوم مهم، تقليل السكر مهم، لكن لما يوصل المرض لمرحلة معينة الدواء هنا مش عدو. أحيانا المشكلة ما بتبقاش في المرض، المشكلة في الشخص اللي يقنعك إنك مش محتاج علاج، لأن بعض الأكاذيب ما بتتقالش على طول، هي بس بتخليك تتوقف عن الدواء لغاية ما المرض يخلص عليك. ما تنساش تعمل لايك وشير، وطبعا تشترك في القناة عشان اللي جاي أجمد بكتير.